السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ معاكم مهندس محمد هشام من قناة اركتكت محمد هشام. ان شاء الله النهاردة هنتعلم الإضاءة او ازاي ان احنا نحط ملف هيدرا في المشروع بتاعنا. كان في حد قبل كده يا شباب ساب لي كومنت في فيديوهات من على اليوتيوب ازاي ان انا ادخل ملف الهيدرا بتاعي وان انا اظبط الإضاءة بتاعته، وازاي اصلا اجيب ملفات الهيدرا دي واحملها. فالنهارده ان شاء الله احنا هنتعرف ازاي نظبط الهيدرا وازاي نظبط الاضاءه وازاي اساسا نجيب ملف الهيدرا بتاعنا. تمام يا شباب، اول حاجه ازاي اجيب اصلا ملف الهيدرا بتاعي. طيب، عندي موقع مشهور جدا وكل الناس عارفاه، هو اسمه بولي. اول ما بكتب بولي على طول هيطلع لي هو اسمه بولي هافن. الموقع ده يا شباب عليه خامات وعليه ملفات هيدرا كتير ممكن ان انا استخدمها بشكل مجاني. طبعا في جزء منها مجاني وفي جزء منها بفلوس، ولكن احنا هنستخدم الجزء المجاني نظرا لان هو مفيد جدا وكافي جدا ان انا اعمل بيه شغل. فزي ما انتم شايفين يا شباب، اول ما الموقع بيفتح كده معايا بطلع فوق هنا عند الاسيتس، بروح عند حاجه اسمها HDRS. تمام، بتطلع لي كل ملفات الهيدرا دي يا شباب. طيب، تعالوا افهمكم بشكل بسيط ملف الهيدرا ده عباره عن ايه. ملف الهيدرا ده يا شباب عبارة إن أنا بحط المشروع بتاعي جوه الانفايرومنت دي. فمثلا لو انتوا شايفين من الصور كده، هنا أنا شايف إن أنا في زرع وفي السماء الإضاءة بتاعتها واطية وفي نفس الوقت مفيش سحاب كتير، وتحسها في لحظة غروب أو شروق الاتنين مع بعض. فلو أنا عايز أدي المود ده في المشروع بتاعي، فبختار الملف ده على أساس كده وباخده وبحطه في الملف بتاعي او في المشروع بتاعي. طيب، فاحنا دلوقتي هنجرب مثلا 5 اشكال مختلفة لملفات الهيدرا، وهنشوف شكلهم عامل ازاي وازاي هي بتأثر على الإضاءة. فمثلا تعالوا، لو احنا عجبنا الملف ده فتعالوا نختاره ونروح عند، زي ما بختاره كده هتلاقي فوق عندي كلمة 4K وعندي داونلود. طبعا انت معاك لغاية 16K، ولكن انا شايف ان 4K هي كافية جدا، مش محتاج ان انت تحمل ازيد من كده ككواليتي. زي ما انتم شايفين يا شباب بينزل معايا فوق الملف. طيب، انا دلوقتي اخترت الملف ده، هختار 4 تانيين وهنروح على الموديلنج بتاعنا. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين احنا كده خلاص حملنا ملفات الهيدرا بتاعتنا ورحنا دلوقتي للموديل. ده الموديل اللي احنا هنطبق عليه. دي حاجة بسيطة جدا يا شباب كده انا عملتها بحيث ان هي اعرف اطبق عليها واوريكم ازاي طريقة بتشتغل او ان احنا ازاي بنظبط الاضاءة. طيب، مبدئيا يا شباب انا لما يبقى عندي الفراغ كده انا ما عنديش اي اضاءة، ما عنديش اي مصدر، يعني مش حاطط اي مصدر اضاءة دلوقتي. ولكن احنا عندنا الاضاءة هتيجي منين؟ عندنا الاضاءة الطبيعية بتيجي من الشباك، وعندنا لو احنا عندنا مصدر اضاءه صناعي زي ده كده، عندي دلايه نازله من السقف موجوده عندي. فكل اللي احنا هنعمله، احنا دلوقتي عايزين نحط ملف الهيدرا بتاعنا. فهنروح نجيب حاجه اسمها هنا اهو في البور فوق اسمها دوم لايت، وهنختارها وهنحطها في اي حته عندنا في الموديل. انا مثلا احطها هنا اهو، عادي المكان مش هيفرق، حطها في اي حته عندك في المشروع. زي ما انتم شايفين هي دي الدوم لايت بتاعتي. فبروح عند الاسيست اديتور وهروح عند اللايتنج، الجزء اللي هو فوق او اللايت اللي هنا، وهلاقي ان انا عندي دوم لايت هاشتاج 1. انا طبعا عندي هي هاشتاج 1 لان انا كان عندي دوم لايت قبل كده ومسحتها عشان نعرف اطبق. فتعالوا دلوقتي نمسحها، هي دي الدوم لايت اللي انا لسه حاططها قدامكم يا شباب. طيب، اول حاجه كده بنيجي عند القائمه اللي على اليمين وبنيجي عند البوكس اللي هنا وبندوس كليك يمين، بنعمل حاجه اسمها كلير. بعد كده بنختار كليك شمال، ندوس كليك شمال ونختار بيت ماب. دول ملفات الهيدرا بتوعنا. فهنبتدي نجرب كل واحده شكلها بيبقى عامل ازاي. تعالوا مثلا نجرب اول واحده اللي هي على الشمال هنا. تمام، زي ما انتم شايفين هي دي صورتها يا شباب. هي ده ملف الهيدر او الانفايرمنت اللي هيبقى فيه المشروع بتاعي اللي هو هيبان عندي من الشباك هنا. فلما بختارها كده بروح عامل سهم لورا او برجع، بتبقى منظرها كده. طيب، اول حاجه يا شباب عندكم اتاكدوا دايما ان الشيب بتاع ملف الهيدر يكون سفير. فمثلا لو هو مش سفير عندكم ممكن يبقى كده هو سفير. بصوا الشكل هيبقى عامل ازاي هنا اهو في البتاع. بقى في عندي جزء اسود هنا اهو مش مكمل لغايه للاخر. بصوا لما هرجعها تاني سفير، الجزء ده بقى مكمل للآخر. فدايما اتأكدوا إن هي عندكم سفير. طيب، إيه تاني بعمله؟ باجي عند قوة أو شدة الإضاءة، بخليها 70.
وفي بعض الأحيان بخليها 120 وبخليها 200 على حسب ملف الهيدرا اللي أنا بستخدمه، وعلى حسب الفراغ اللي أنا عايز أنوره وشدة الإضاءة بتاعته. فأنا دلوقتي هخليها 70 زي ما انتم شايفين، ولما خليتها 70 شايفين شدة الإضاءة دلوقتي بقت عاملة ازاي. تعالوا دلوقتي نعمل تيست ريندر ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. طب يا شباب، اعدادات ريندر تبقى ليكوا بسيطه وسهله وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت كتير. انا عن نفسي بختار السي بي يو، انا عندي السي بي يو كويس والكارت الشاشه بتاعي كويس، فانا هختار هنا السي بي يو بتاعي، وهروح عند الفي راي، هختار ان هو يبقى الديزنوزر بتاعي في راي، وهتاكد ان هو سترونج، وهنروح عند الريندر اوتبوت ده احنا عاملينه طبعا 2000 في 2500. طبعا يا شباب ده كواليتي عالي جدا، فاحنا مثلا ممكن نخليه 1500 في 1875. ومفعل طبعا السيف فريم. السيف فريم ده يا شباب اللي هو الاطار الاسود ده، اي حاجه جو بعد الاطار الاسود اللي هنا هتظهر معايا في الصوره هي اللي هتترندر، اي حاجه بره مش هتترندر معايا. قبل ما تعالوا نكمل السيتنج بتاعتنا، احنا هنا عاملين 0.005، والماكس هنخليه 15، وهنروح عند الجلوبال دوميون وهنخلي بدل بيرت فورس اللي هي أول اختيار، وهنخلي دي بدل -1 هنخليها -4، وهنخلي دي -2. دلوقتي ممكن نعمل تيست ريندر بتاعنا ونرجع تاني. زي ما انتم شايفين يا شباب، الملف بتاعي أو ملف الهيدرا اللي أنا حطيته اللي هو كان الانفايرمنت بتاعه عبارة عن أرض زرع، زي ما انتم شايفين هي باينة ورا. ممكن تبان أكتر لو رحنا عند الإكسبوجر وقللنا الهايلايت شوية وقللنا الاكسبوجر، هنلاقي ان زي ما انتم شايفين ال- الملف ورا باين، او باين ان ورا الازاز ده في الملف اللي احنا حطيناه. ده كده كان اول ملف نقدر احنا نستخدمه. تعالوا نعمل ملف جديد ونجرب الاربع ملفات اللي احنا حملناهم. هنروح تاني نفس الخطوة، هنيجي عند احنا دلوقتي عاملين سيلكت على الدوم اللي احنا عملناها اول واحدة. خلينا نروح الاول نعمل لها اوف. كده احنا عملنا لها اوف، وهناخد دوب تانية ونحطها مثلا هنا، واحنا اول ما بنحطها هنلاقي ان هي اتفتحت لي بقى اسمها دوم لايت اهي، هي اول واحدة دي. زي ما قلنا هنروح عاملين كلير، وهنعمل بيت ماب، وهنختار تاني واحدة ونجربها. زي ما انتم شايفين هنا مختلفة عن اللي فاتت، ادي الصورة اهي. نتأكد برضو ان هي سفير، ونخلي الإضاءة بتاعتها 70. تمام، دلوقتي نروح نعمل ريندر ونرجع تاني. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين كده دي الملف الهيدرا التاني. زي ما انتم شايفين الجو اختلف خالص. الصورة اللي فاتت لو تفتكروا كانت الإضاءة صفرة، دلوقتي الإضاءة بقت أكتر إن هي لبني، أو تحسوها كده الإضاءة فيها مايلة إن هي تبقى زرقاء أكتر من إن هي تبقى صفرا. تعالوا مثلا نعمل مقارنة ما بين اللي فاتت ودي. شايفين دي كده اللي فاتت، ملف الهيدرا اللي فات اللي احنا كنا مستخدمينه كان مخلي الإضاءة زي ما انتم شايفين، أو مخلي الأجواء في الصورة عاملة كده. الجديدة اللي احنا استخدمناها زي ما انتم شايفين مخليها الأجواء مختلفة تماما عن الصورة اللي قبليها. تعالوا نجرب ملف الهيدرا التالت ونشوف هل هيبقى فيه فرق ولا لا. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين كده الصورة التالتة خلصت ريندر. الملف الهيدرا التالت مختلف عن الاتنين اللي فاتوا. انت ممكن ما تكونش ملاحظ الفرق قوي، او مش شايف ان الفرق يستاهل، ولكن تعالوا نعمل مقارنة. تمام، زي ما انتم شايفين يا شباب لو جينا عملنا مقارنة، ده كده الصورة الأولانية أو الصورة التانية اللي احنا اخترناها، ودي كده آخر حاجة احنا عملناها. الفرق ما بين الاتنين واضح، ده أزرق وده مايل إن هو يبقى أصفر شوية. الصورة دي ممكن تكون شبه أول صورة احنا عملناها أو أول ملف هيدرا احنا استخدمناه. تعالوا برضو نعمل مقارنة ما بين الاتنين. دي كده أول ملف هيدرا احنا استخدمناه، هنا الإضاءة صفراء بس قوية شوية من ملف الهيدرا بتاعي. هنا الدنيا أهدى، تحس إن في شادوز أو في إضاءة صفراء، أو جو مايل إن هو يكون أصفر شوية، ولكن هادي مش زي ده. تمام يا شباب، مش عايز أطول عليكم الفيديو أكتر من كده، مع إن إحنا عندنا كذا ملف هيدرا تاني، ولكن أنا حبيت أوضح لكم بس الفرق ما بين الملفات الهيدرا إزاي بستخدمها، وإزاي هي بتأثر معايا
في الكواليتي الريندر او الاضاءه بتاعه الريندر. بس كده يا شباب، ده اللي كان عندنا النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش ان انت تدوس لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، واكتب لي في الكومنتات لو عايز تفهم اي حاجه تانية او لو عايز تتعلم اي حاجه تانية. بس اتمنى الفيديو يكون عجبك، اتمنى الفيديو يكون فادك. شكرا، سلام عليكم.